ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. النهاردة فيديو جديد يا جماعة وفيديو مختلف. طبعا زي ما انتوا عارفين، الحاجات اللي حصل في القناة عندي، وان انا اتوقف عند الربح. تمام. اتوقف عند الربح على القناة وجالي انذارين. الكلام ده كان في الفيديو اللي فات، حكيته لكم بالشرح وبالشرح المفصل، وقلت لكم يا جماعة، انا بنصحكم ان انتوا ما تنزلوش محتوى مش بتاعكم. تمام. النهارده بقى الفيديو يا جماعه مختلف. انا بصراحه يعني انا اليومين دول انا اللي هبتدي انزل انا بقى فيديوهات، وانا اللي هعمل بقى الاكل. ليه؟ لان زوجتي تعبانه، فهي مش هتقدر تطلع في فيديوهات الايام الجايه، فانا اللي هعمل فيديوهات. فالنهارده يا جماعه انا اللي هكمل معاكم الفيديو للاخر، وانا اللي هعمل لكم الفيديو. كل مره كنت انا اللي بصور وهي اللي بتعمل الاكل، المرة دي أنا اللي هعمل كل حاجة. يعني أنا هصور نفسي من أول البداية لحد النهاية، وأنا اللي هعمل يا جماعة الفيديو كامل متكامل. النهاردة هعمل لكم أكل. يلا نشوف الأكلة دي إيه مع بعض، ونشوف طريقة الأكل دي عاملة إزاي، ويا رب تعجبكم. وأنا اللي هعمل النهاردة يا جماعة، وأنا اللي هعمل كل حاجة. تابعوا الفيديو للآخر وما تقفلوش الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو انت مش مشترك وعايز تشترك في القناه، اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده، واكلة ايه اللي هعملها النهارده بايديا. يا رب تعجبكم يا رب، ويا رب اكلي يكون كويس يا رب. يلا بينا نشوف الاكله اللي احنا هنعملها. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد يا جماعه. زي ما قلت لكم في المقدمه، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. النهارده يا جماعه انا في المطبخ اهو، هعمل لكم النهارده سجق على طريقتي. طريقه السجق بتاعتي يا جماعه على طريقتي. تمام. انا جايب معايا طماطم، 6 حبات طماطم، معايا فلفلتين رومي، 3 قرون فلفل حامي، وادي السجق اهو يا جماعه. هبتدي اقطع الحاجات دي واظبطها، واوريكم بعد ما قطعت شكلها عامل ازاي. وبعد كده هوريكم الطريقه خطوه خطوه. خليكم معايا عشان تشوفوا كل. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا دلوقتي قطعت القوطه. تمام. قطعت القوطه اهي، وادي الفلفل اهو بقطع فيه. انا عن نفسي يا جماعه بحب احط فلفل حراق وفلفل رومي. انا بحب السجق كده، بحبه اقطع فيه فلفل حراق وفلفل رومي. ودي القوطه دي يا جماعه بخلطها في الخلاط مع بصلايه متقطعه مع القطه المتقطعه دول في الخلاط، وبروح خلطهم في الخلاط مع بعض. تمام. استنوا بقى يا جماعه بقيه الفيديو، ما تروحوش في اي حته، وكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقه. لسه هكمل لكم يا جماعه بعد ما اخلط الطماطم انا هعمل ايه بالظبط وبقيه الخطوات. كملوا معايا الفيديو. كده يا جماعه اكون خلصت تقطيع كل حاجه. انا كده خلصت تقطيع كل حاجه. بصوا يا جماعه خلصت كده. ادي قطعت السجق. تمام. وادي قطعت الفلفل. ادي الفلفل يا جماعه، قطعت الفلفل. تمام. فلفلايه رومي على 3 قرون فلفل حامي. تمام. وادي زي ما بقول لكم بقى يا جماعه، ده كده البصل اللي انا هقطعه. ده كده البصل اللي انا قطعته. تمام. ده كده البصل اللي انا قطعته، ودي القوطه اللي انا وريتها لكم المتقطعه اهي في الخلاط. ده كده جبت الخلاط اهو، وادي القوطه حطيتها في الخلاط، وابتدي احط البصل ده في الخلاط واخلطهم مع بعض. ودي كده الخلطه بتاعتي. كل ده يا جماعه بينزل في صينيه. تمام. كل ده بينزل في الصينيه دي، الصينيه اللي انتوا شايفينها دي. كل اللي انا عملته، الخلطه اللي هي بالقوطه بالبصل في الصينيه دي، معاها السجق معاها الفلفل. تمام. وببتدي بقى احط التوابل بتاعتي. ببتدي بقى يا جماعه احط التوابل بتاعتي كلها، اللي هي الفلفل الاسود والملح. تمام. انا بحط فلفل اسود وملح بس، وطبعا زيت. بحط زيت على الحاجات دي، وبحط ملح وفلفل بس كده يا جماعه. وبستنى الحاجه تتعمل للاخر. تمام. وهوريكم شكل السجق لما خلص في الاخر. استنوني وشوفوا الفيديو للاخر يا جماعه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. تمام. يلا بينا يا جماعه عشان نسوي بقى الحاجات دي كلها ونوريكم شكل السجق في الاخر. وبكده يا جماعه اكون خلصت الاكله بتاعت النهارده، السجق اللي انا كنت وريته لكم في اول الفيديو. يلا بينا نشوف شكل السجق بعد ما خلص. ده كده يا جماعه شكل السجق بعد ما خلص. تمام. شكله. وده المخلل بتاعنا، وده العيش طبعا.
وكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعي خلص واكلة النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم يا رب. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد احنا بنعمله. واستنوني يا جماعة في فيديو جديد. سلام و